رحلتنا النهاردة بتجمع بين هدوء الأعصاب والشقلباظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم جولة جديدة من منوعات وحكايات مع شمس. رحلتنا النهاردة في سفاري بارك حديقة المطار بالجيزة. الحديقة بتنقسم لجزئين. الجزء الأول أول ما بندخل من باب الحديقة بنلاقي مساحات خضراء جميلة جدا بتريح العين وبتعدل المزاج. الجزء الثاني وهو منطقة الألعاب، وطبعا فيها ألعاب كتير جدا بتناسب جميع الأعمار، وأسعار تذاكر الألعاب بتتراوح من 10 جنيه ل 25 جنيه. المكان مناسب جدا للعائلات والرحلات المدرسية. الحديقة بتفتح من الساعة 9 إلى الساعة 10، ودلوقتي ممكن تفتح للساعة 12. نيجي بقى للجزء الثاني وهو هدوء الأعصاب. الحديقة فيها مساحات خضراء واسعة جدا، وهي مبنية على مساحة 40 فدان، وبتتميز بالأماكن الجميلة للي بيحب التصوير. ودي بحيرة صناعية لكبار السن اللي بيحبوا هدوء الأعصاب، وكمان ممشى للي بيحب يعمل رياضة أو يجري. وكمان بتتميز بالمطاعم اللي بتقدم أكلات مختلفة زي البيتزا والكريب والمشويات، واللي حابب ياخد أكل معاه في الحديقة عادي جدا. المكان فعلا جميل وممتع بجد، يستحق ان احنا نروح ونقضي فيه وقت كويس جدا مع اولادنا ومع العيلة بتاعتنا. واحلى ما بيتميز به المكان انك تقدر تأجر خيل او جمال او تأجر بيتش باجي تلف بيه الحديقة كلها. بعد زيارة الأهرامات والرحلة الصحراوية الشاقة والتجول بداخل حيزها ومشاهدة معالمها، عاد ما يريد الزوار وخاصة العائلات الاسترخاء في مكان قريب بيتميز بالهدوء، وإنه يكمل لهم المكان متعة من الراحة في الآن ذاته. وتعتبر سفاري بارك من أفضل تلك الأماكن اللي بيمكنك الاسترخاء فيها أنت وأولادك تقدر تلعب فيها ويتمتعوا بيها. هي حديقة عامة بتتميز بمساحتها الخضراء الواسعة اللي بتريح البصر وبتدعو العين للراحة والنفس والاسترخاء. مساحتها الخضراء الشاسعة بتشبه حديقة الأزهر الغنية عن التعريف. وكمان بتحتوي على مدينة ألعاب وملاهي مصغرة تتميز برمزية الأسعار وبتكون في متناول الجميع. سعر تذكرة دخول سفاري بارك 25 جنيه، وأسعار تذاكر الألعاب بتبدأ من 10 جنيه حتى 25 جنيه. بتتعدد فيها الأنشطة التي يمكن ممارستها في حديقة سفاري بارك حديقة المطار بالجيزة. جميع الألعاب اللي فيها مناسبة للكبار والصغار على حد سواء، مثل بيت الرعب والقوس والسجادة وغيرها من الألعاب الممتعة. وفي الأطفال حتى سن 15 سنة ألعاب مناسبة وآمنة جدا، مثل الأخطبوط والساقية والطفطف وغيرها من الألعاب الجميلة والآمنة.
بيت الرعب والأصوات المرعبة اللي بتطلع منه بتعيشك في جو من الإثارة والمتعة في نفس الوقت. الأصوات المرعبة اللي فيه والمناظر اللي موجودة عليه من بره بتخلي عندك فضول إنك تدخل وتشوف إيه الموجود جوه. بيت الرعب من الألعاب الغير آمنة على أطفالنا، من الألعاب اللي ممكن تسبب لهم حالة من الخوف أو من الرعب، فياريت ننبه على أطفالنا لما يزوروا المكان ده إن هما ما يدخلوش بيت الرعب أبدا. اللعبة دي أيضا من الألعاب المناسبة جدا للكبار، ولكن غير آمنة وغير مناسبة للأطفال، لأنها سريعة جدا وأي حد بيركب فيها لازم بيقع، فبالتالي هي غير آمنة على أطفالنا تماما، لكن مناسبة جدا للكبار. وكمان فيها الطفطف الجميل اللي موجود في الحديقة، بيتجول في الحديقة بأكملها، وده بيسهل عليك رؤية جميع أركان الحديقة بكل سهولة، ومناسب جدا للصغار وكبار السن. يوجد أيضا في الحديقة سينما 9D وعدد من شاشات العرض لمشاهدة المباراة والأفلام. وكمان بتتميز الحديقة بعدد من المحلات اللي موجود فيها لعب أطفال وهدايا وحاجات كتير جميلة، يعني في المناسبات مثل الأعياد والمناسبات أعياد الميلاد اللي بتتعمل جوه الحديقة مش محتاجين أبدا إن احنا نجيب أي حاجة من بره. المحلات متوفر فيها هدايا ومتوفر فيها ألعاب كتيرة جدا نقدر إن احنا نشتريها من جوه الحديقة. مكان جميل جدا وممتع، وبيتميز بالهدوء وبيتميز بالألعاب، وفي كل حاجة ممكن ان احنا تخطر على بالنا. عايزين نلعب وعايزين نتسلى ممكن نروح هناك، عايزين نريح اعصابنا ونقعد شوية نشم هوا نضيف ونقعد في هدوء، برضو متوفر في نفس المكان. ومن ضمن مميزات حديقة سفاري بارك ان هي بتتميز بوجود قاعة مساحتها كبيرة جدا مناسبة لجميع الحفلات، حفلات الزفاف، حفلات اعياد الميلاد، اي حفلات تحبوا تعملوها، المكان كبير جدا ومناسب لجميع الحفلات. واحنا بنتجول في الحديقة لقينا الفرح الجميل ده، فاستأذنا ودخلنا حضرنا معاهم الفرح. بسم الله ما شاء الله، عروسة جميلة جدا، ربنا يبارك لهم ويرزقهم بالذرية الصالحة، ويرزق بناتنا وشبابنا بالأزواج الصالحين، اللهم امين.
ودي كانت جولتنا النهاردة، حديقة سفاري بارك حديقة المطار بالجيزة. عنوان سفاري بارك عند نزلة شارع أحمد عرابي من الدائري، بالتحديد منطقة المهندسين بالقرب من مطار إمبابة. واكيد ما فاتناش في الفرح فترة البوفيه اللي قضيناها كمان معاهم. ودي كانت نهاية جولتنا النهاردة في حديقة سفاري بارك حديقة المطار بالجيزة. اتمنى تكون جولتنا عجبتكم، وانتظرونا في جولات كتير جاية مع منوعات وحكايات مع شمس.